لوس أنجلس تستلم العالم الأولمبي استعدادا لتنظيم أولمبياد 2028. تسلمت كارين بيس عمدة مدينة لوس أنجليس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا العلم الأولمبي تمهيدا لاستضافة النسخة القادمة من دورة الألعاب الصيفية التي ستقام في صيف عام 2028. وتم إنزال العلم الأولمبي داخل ملعب فرنسا الدولي وسط مراسم الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة وتسليمه من عمدة باريس أنجليس مساء لوحت به قبل أن تسلمه لرئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ ليلوح به أيضا قبل أن يتم تسليمه إلى عمدة لوس. وبعد تسليم العلم الأولمبي عزف النشيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يهبط الممثل الأمريكي الشهير توم كروز نجم أفلام الإثارة ملعب يشارك في المراسم حاملا العلم الأولمبي على دراجة نارية انطلق بها في شوارع العاصمة باريس قبل أن يستقل طائرة عسكرية متوجها إلى لوس أنجليس في محاكاة لأحد أفلامه الشهيرة. تابعونا لمزيد من الأخبار الرياضية المذهلة.